بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا 4 مباريات شفناهم بالنسبة للأندية المصرية في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية. الأولى منها مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس، فرقة من الفرق المحترمة بالنسبة لجنوب أفريقيا، في التوقيت الحالي متصدرة بطولة الدوري في الجنوب أفريقيا، كسبانة سان داونز. وبالتالي في ناس كتير بتتكلم وبتستهين بفرقة أورلاندو بايرتس، ولكن أنا شايف اللعب إذا كان سايلينج أو هوتو أو ماجوبا، لعيبة كلها، أو ماكو، لعيبة كلها عندها إمكانيات ممتازة. حتى المدير الفني وجهة نظري مدرب جيد. انا اللي عجبني مارسيل كولر في التعامل مع المباراه، تعامل بشكل اكثر من رائع، جزأ المباراه على 3 اجزاء. النص ساعه الاولى، وخاصه انه بيلعب في درجه حراره عاليه على ملعب واسع، وبالتالي المجهود البدني كان ممكن يستنفذ. عشان كده ما أراده مارسيل كولر في المباراة خده، وإن كان من الممكن يكون في نتيجة أفضل في آخر ربع ساعة، بعد أن أشرك بعض اللعيبة الفريش الجاهزة، اللعيبة اللي عندها خطورة، بعد ما كمان أنهك فريق أورلاندو بايرتس في عملية التمرير والتحضير، وما لقوش مساحات. الأهلي بدأ ب4-3-3 على دايرة نص الملعب، 4-1-4-1 بأكرم، بمروان عطية، وأكرم على الدايرة من الناحية اليمين، وإمام عاشور، ومتابعة من رضا سليم، وكمان طاهر محمد طاهر، مع الالتزام ليحيى عطية الله، وكمان عمر كمال عبد الواحد. الربع ساعة الثانية في الشوط الأول لعب فيها على الهجمات المرتدة، وشفنا شوية رضا سليم. الشوط الثاني كان 30 دقيقة من الالتزام وتغيير السيستم واللعب على الهجمات المرتدة بشكل جيد، ولم يعطي الفرصة لوسط ملعب اللي هو قوي جدا جدا بالنسبة لأورلاندو بايرتس بعملية التمرير والتحضير. فرقة بتلعب كرة قصيرة، باص صغير، بيلعبوا دايما على المهارة الفردية. فرقة عندها أطراف ملعب ممتازة، قوة التسديد من خارج خط 18. ان النادي الاهلي يعمل الشكل ده في حوالي 75 دقيقة، انا شايف ان ده نجاح كبير من مارسيل كولر، انه يقرا الجيم او يكون دارس الخصم. من وجهة نظري انه ما اتفرجش على اورلاندو بايرتس فقط لا غير في المباراة اللي فاتت بتاعت شباب بوليسداد، ولكن اتفرج على عدة مباريات، عشان كده شاف مكمن الخطورة وعملية كمان توزيع المباراة. اخر ربع ساعة انا شفت اهلي قوي، اهلي شرس هجوميا، ولكن كان ينقصه فقط لا غير عملية احراز الاهداف. كان ممكن بكرة حسين الشحات الاهلي كان خطر في الربع ساعة الاولى، بعد ان الراجل عدل الطريقة، نزل قفشه لعبه قدام شوية، ربط مع اسامة ابو علي، تغيير الطاهر محمد طاهر، وان كنت شايف ان الطاهر هو اللي يستمر ويخرج رضا سليم. حسين الشحات نزل. طبعا التغييرات ادت نوع من انواع الراحه اكتر في نص الملعب بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي، وكمان في الشكل الامامي، وشفنا ظهور اكتر لعمر كمال عبد الواحد ويحيى عطيه الله. انا عجبني مارسيل كولر، حتى وان كان في ناس بتختلف معايا، ولكن وجهه نظري ان الراجل قدم مباراه بشكل جيد جدا، كان ينقصه فقط لا غير احراز هدف. المباراه الثانيه هي مباراه بيراميدز، التعادل 0-0 مع جوليبا. انا بالنسبه لي غير منطقيه بالمره. يعني اذا كنا بنتكلم على اورلاندو بايرتس، فرقه من الفرق القمه بالنسبه لجنوب افريقيا، جوليبا خسران من الترجي 4-0. شفت المباراه فريق سيء جدا. ان بيراميدز بالسكواد والقوام اللي موجود والامكانيات الفنيه الموجوده والاسم لكل لعيب، ودكه بدلاء مش متوفره غير في نادي او اتنين في كل دوري ابطال افريقيا، انا شايف نتيجه سيئه جدا كده. كان المفروض بيراميدز يكون اشرس، اقوى، عنده خامة موجودة واطراف ملعب مش متوفرة، عنده مصطفى فتحي، عنده ابراهيم عادل، عنده في بعض الاوقات وليد الكارت، نفس الموضوع بلاسي توريه، مهند لاشين، عنده قطة. لعيبة عندها مهارة وكواليتي وفنيات عالية جدا. ان تتعادل مع جوليبا، مش يعني الناس هتقول لك انت بتقول الاهلي تعادل 0-0، لا، اورلاندو حاجة، بايرتس والجوليبا حاجة تانية خالص. البيراميدز اعلى كتير جدا من الجوليبا، وبالتالي كان المفروض على الاقل 3 نقاط يريحوه المرحله اللي جايه. الكونفدراليه، شوط رائع، كل فنيات كره القدم المحترمه قدمها نادي الزمالك. احمد محمود الباكراي، فتوح مع بنتايج في الدور الجديد، 2 رؤوس حرب، عمر فرج والسيف الجزيري. تنظيم وتكتيك واسلوب في الشوط الاول ممتاز. قدر يلعب على انيمبا دور اكتر من رائع، عشان كده كان 2-0 مع الرأفة بالنسبه لنادي الزمالك، وكان اداء وقراءه ممتازه جدا من جوميز. الغريب هو الهبوط في الناحيه الفنيه لنادي الزمالك في الشوط الثاني. حتى تغييرات الراجل ما كانتش تغييرات اللي تساعد نادي الزمالك،
وجهة نظري الزمالك اتأخر كتير جدا في التغييرات، اتأخر كتير جدا او رجع كتير جدا مع الاخطاء الفردية اللي حصلت من عواد او الزناري. كان ممكن يكون الزمالك افضل من كده. 3 نقاط انا وجهة نظري ضاعوا من الزمالك، لان الزمالك في الشوط الاول كان ممكن يجيب واحد واثنين وثلاثة واربعة وكان رايح المباراة خالص. الشوط الثاني هو بس تدخل جوميز، يعني في بعض الحالات كان المفروض يكون عنده سرعه، كان المفروض يزود لعيب في نص الملعب، يا اما زياد كمال يا اما محمد شحاته. انت كسبان 2-0 وبعد كده بقت 2-1 بخطأ غريب جدا. زود نص ملعبك بلعيب، غير من تكتيك، غير من الاسلوب بتاعك، شيل خالص الاطراف. مش لك ماليش دور، كان ممكن محمد شحاته وتطلع عبد الله السعيد شويه وتعمل تامين دفاعي بشحاته او زياد مع دونجا اللي تعب كتير جدا في عمليه الجر رايح جاي، لانه الوحيد اللي بيعمل الدور الدفاعي. انا وجهة نظري تدخلات جوميز في الشوط الثاني لها تأثير كبير جدا مع الاخطاء الفردية، وان كان انيمبا ملعب صعب، ملعب صعب جدا جدا على كل الأندية الأفريقية. طبعا نتيجة التعادل 2-2، خسارة للزمالك 2 بونت كانوا مع جوميز وما كانوا مع اللعيبة. المصري مع علي ماهر واحد من مفاجآت الكرة في افريقيا في التوقيت الحالي. تعادل مع فرقة بلاك لوبيز، آه، 1-1، والفرقه متعادله معاه في الدقيقه 92 او 91. علي ماهر بيقدم مباريات ممتازه جدا في بطوله الدوري، متصدر بطوله الدوري، خط دفاع قوي جدا جدا. يمكن الهدف اللي دخل في بلاك لوبيز كمان والهدف اللي دخل فيه في بطوله الدوري يعني ما قالولوش، ولكن يثبت انه الفريق بيلعب بشكل جماعي. عنده عناصر ممتازه جدا، عنده وسط ملعب قوي، عنده تغييرات اكثر من رائعه. حتى علي ماهر في العمل كمدير فني بالتنظيم والشكل الجماعي والهجمات المرتده وبعض الاوقات الضغط. علي ماهر فعلا في التوقيت الحالي بيثبت انه واحد من احسن المدربين المصريين. تعادل مش نهايه العالم انه يلعب مباراته الاولى خارج ملعبه في حداثة العهد بالنسبة له في دوري أبطال أفريقيا أو في الكونفدرالية عفوا. بالنسبة لعيبة النادي المصري، هو كان طبعا مع مودرن فيوتشر قبل كده لعب في الكونفدرالية، إنما بتكلم عن النادي المصري. نتيجة منطقية جدا. اللي هو الخطر اللي جاي، الأهلي طبعا عنده انتر كونتيننتال، هيلعب يا اما بوتافوجو او باتشوكا، ونتمنى التوفيق للنادي الاهلي، وكلنا هنشجع النادي الاهلي لانه بيلعب باسم مصر. النقطة الثانية هي ان بيراميدز راح للترجي. الترجي تعادل مع سجرادا الشوط الثاني، عمل فيه كل حاجة الا احراز الاهداف. الترجي على ملعبه في رادس خطر جدا جدا. ريجي كامب المدير الفني الجديد غير من شكل الترجي، ولكن يبقى ان عندهم بعض المشاكل الدفاعيه من الممكن تكون في صالح مصطفى فتحي، مايلي، ابراهيم عادل، قطه. ولو لعيبه بيراميدز رجع اللي هم وليد الكارتو كمان بلاد التوريه كلاعيبه في وسط الملعب. مباراة مش سهلة، مباراة عنق زجاجة، لأن المباراة تبقى رايح جاي، لأن المباراة الثالثة في المجموعة. وبالتالي الفوز او التعادل مهم لبيراميدز. على المباراة الثانية ينتظرها ممكن يعمل فيها نتيجة إيجابية في ملعب بيراميدز في الدفاع الجوي. الزمالك هيلعب المصري في تجربة كانت موجودة من 3 أسابيع في بطولة الدوري، حقق المصري فيها الفوز. علي ماهر مدرب عارف كويس جدا اوراق نادي الزمالك، عارف جوميز بيشتغل ازاي. جوميز في الوقت الحالي بدأ ياخد ثقة اكتر وكمان خبرة في مباراته مع المصري، ممكن لك دور في الكونفدرالية. في الدوري ممكن تعوض، في الكونفدرالية صعب تعوض. الفرقتين 4 بونت. مباراة انا وجهة نظري هيتابعها ناس كتير جدا جدا، لان فيها ندية كبيرة جدا من الاداء الكبير اللي بيعمله علي ماهر في الفترة الاخيرة، ومن كمان الزمالك وحرصه على الحفاظ على بطولة الكونفدرالية. المباريات المصرية كنا قلنا في الجولة الاولى 100%، في الجولة الثانية هقول 40% 50%، لانها 4 تعادلات، وال4 تعادلات كان في مستحق منها وفي غير مستحق. وبالتالي نتمنى يكون في تحسن في المستوى. المباريات اللي جايه الزمالك مع المصري رايح جاي، بيراميدز مع مازيمبي مع الترجي رايح جاي. مباراتين هيتابعهم كل المصريين، وخاصة انه الندية هتكون متوفرة بشكل كبير جدا. نتمنى التوفيق مرة تانية للنادي الاهلي في الانتر كونتيننتال، بطولة جديدة حديثة العهد، هيلعب مع بوتافوجو او باتشوكا. اعتقد انه هيكون بوتافوجو لانه فريق قوي جدا. نتمنى يكون للمرة الاولى الاهلي يصل للمباراة النهائية امام ريال مدريد، وليه لا. تحياتي والى اللقاء.